بص يا حبيب قلبي، مبدئيا كده انا داعي على ابني واكره اللي يقول امين. كابتن نبيل عماد مودريتش امبارح طلع قال ان امام عاشور بيحب ياخد اللقطه. ركز في الملعب يا امام وعشان تكسب وفكك من اللقطه اللي انت عايز تاخدها. مبدئيا بس الدخله بتاعتك اصلا دي لقطه لوحدها، انت عايز تاخد اللقطه ما علينا، بس هو حضرتك يعني ايه اصلا وتاريخك ايه؟ تمام، بعيدا عن ان انت لاعب في نادي الزمالك وكنت اصلا نفسك تيجي النادي الاهلي، ودي تصريحات قديمه وبوستات قديمه ليك على تمام بتقول ان انت كان نفسك تيجي تلعب في الاهلي، بس تمام ماشي ما علينا من الكلام ده دلوقتي. هي كل الفكره بس دلوقتي انت ايه اصلا عشان تدي نصيحه لامام عاشور او تدي نصيحه للاعب في النادي المنافس بتاعك. تاني حاجه يا جماعه، انا دلوقتي يوم نهائي القرن بتاع افريقيا مفيش لاعب طلع بعد كده في اي برنامج طلع ادى نصيحه للاعب من نادي الزمالك. مفيش حد عقب على لعيبه نادي الزمالك اصلا، كلهم قالوا لعيبه كبار، لعيبه محترمين، لعيبه كويسين، لعيبه عندهم خبره، لعيبه عندهم دماغ بتفكر. إيه يمكن المستوى، يمكن الحظ، يمكن مش عارف ايه التوفيق ما كانش معاهم، لكن مفيش حد علق على لاعب عشان حضرتك تطلع تقول على امام عاشور ركز في الملعب وتديله نصايح. مبدئيا كده احنا جمهور النادي الاهلي نعرف ندافع كويس عن اي لاعب في صفوف الفرقه بتاعتنا. زي ما قلت لك في الاول، انا ادعي على ابني بس اكره اللي يقول امين. شكلك كده عايز تحصل اخوك محمود علاء لو تفتكره. شوف دلوقتي هو وصل فين. فكره ان انت اصلا تطلع تقول وتقارن دوري الابطال بالكونفدراليه دي حاجه، وتطلع تقول ان دوري الابطال نهائي دوري الابطال بالسوبر الافريقي دي حاجه تانية. اصلا انت كده مغيب، انت كده ما بتعرفش اصلا تتكلم، كده ما بتعرفش، انت طالع تاخد اللقطه وطالع تاخد الشو بالاغنيه بتاعتك يلي 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 ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، وطالع في برنامج بالميداليه بتاعتك. ما شفتش حد من النادي الاهلي عمل كده. لما حصل وراحوا بالكاس تمام كان في قناه النادي الاهلي، قناه النادي بتاعهم، مش قناه النادي، مش اي قناه تانية يطلع يظهر فيها وياخد معاه الميداليه ويطلع ياخد مش عارف ايه ولابس لي نظاره والحكايه. هل دي كلها مش لقطه؟ ركز في نفسك وخليك في نفسك وحافظ على مستواك تمام. ده انت عندك مستوى اصلا يعني تمام، عشان ايه تقدر تساعد فريقك الفتره الجايه. وسيب بقى يا عم اللي خسر خسر، وسيب اللي بياخد اللقطه ياخد اللقطه، ما تشغلش بالك. بس هو جمهور الزمالك بيحب النوعيه دي من اللعيبه. جمهور الزمالك بيحب النوعيه اللي تطلع تتكلم، اللي تطلع تعمل شو، اللي تطلع كل الكلام ده، مع ان انت من شهر بالظبط او شهر ونص كانوا بيطالبوا بتسريحك اساسا. فركز كده يا عم الحاج واهدى وقابل اللي جاي. سلام عليكم.